هاد القصة ديال واحد العائلة عاودتها لينا واحد البنت سميتها رواف. فاش كان في عمرها تقريبا 18 عام، واليوم في عمرها أكثر من 35 سنة. شي حوايج اللي غادي يوقعوا معاه هي وباها وخوها كتقول مازال لهاد النهار كنخلصوا على داكشي اللي وقع. وممكن تجيكم غريبة، ولكن كون غير الرب ما خلاناش نديروا هادشي. ولكن دابا دازت سنوات طويلة وحنا كل مرة كنقولوا كان غير وحتى شي حاجة ما غادي تبدل. حنا عشنا أغرب حاجة ممكن يعيشها شي واحد. شكرا بزاف تا كتشاركوا الفيديوهات، كديروا لايكات باش نوصلوا لواحد الرقم اللي بصراحة أنا كيعجبني بزاف وكيعني ليا بزاف الحوايج. وهاد القصة واعرة لواحد الدرجة قلت مستحيل ما نعاودهاش ليكم. أنا متأكد من بعد ما غادي تسمعها غادي تقول واو. با كانت فيه واحد القاعدة اللي عجيبة. حنا عايشين بعدا في واحد المدينة، وبا ما كيكونش معنا ديما، كيكون معنا غير الويكاند، النهاية ديال الأسبوع. كيجي يدوز معنا هذيك النهاية ديال الأسبوع ومن بعد يعاود يسافر حنت بحكم الخدمة ديالو. هاد الخدمة ديالو اللي أنا والله ما عارفاش اشنا هي. كتقول تخيلوا معايا با ما عارفاش اشنو خدام، واش سمسار ولا ما عرفت اشنو. قلت لكم باه واحد القاعدة عجيبة. اشنو كان كيبغي يدير؟ كيجي مثلا من الدار البيضاء ولا من الرباط ويجي حتى لمراكش، يهزنا ويسافر بينا في أي وقت. يوصل مثلا مع 6 ديال الليل يقول لنا هزوا حوايجكم يلا غادي نسافروا. فين غادي نسافروا الله أعلم. كيكون الله ضرب هذيك المسافة باقي مرتاحش وكيقول لنا جمعوا حوايجكم وحنا غاديين. وحنا على وعدنا وسعدنا كنوضوا نوجدوا حوايجنا نيت انا وخويا رضا اللي كان كبر مني تقريبا بعامين. كنهزوا حوايجنا ننزلوا داكشي اللي خصو ينزل ونشدوا الطريق. يسحب لكم حتى الصباح عاد كنمشيو عادي بحال الناس. لا ديك الوقيته كيوصل كيرتاح شي شويه، نقول لكم واحد الساعه ساعتين ونشدوا الطريق مع 12 د الليل وحده د الليل ما شغلوش. وديروا في بالكم انه با راه شاف الجبل العجب، شا الطريق في الليل وديما ما سالاهاش. نقدر نعاود لكم من بعد على بزاف د الحوايج عايشهم في الطريق. واخا هكاك، واخا داكشي اللي شاف، واخا داكشي اللي كيوقع ليه كيموت على الطريق في الليل، وناسو كيعجبو الحال السايق في الظلام وحنايا ناعسين حداه. كنشخروا وما كنسافروش زعما لهاد المدينه ناوي هو شي مدينه نمشيو ليها ونجلسوا فيها. لا كنبقاو غير غاديين شادين الطريق. تقريبا 3 ايام نباتوا عند هاد الناس وعند هاد الناس، يا اما نباتوا عند العائله يا اما صحابو كيخليو ليه الصور ديال الديور ديالهم. اما الفكره ديال لوطيل ولا يكري مستحيل ما تذكرهاش ليه وما كطيحش ليه في البال. كيقول لك انا نمشي نخلص الفلوس باش نعس. واش نتوما حمقين ولا شنو؟ نمشيو نباتوا عند الناس اللي كنعرفوا. لاش هادوك الناس كيلقاو غير هو. هاد المره با ما كانش عارف باللي القضيه غادي تكون مختلفه، وهادشي اللي غادي نعيشوه ما عمرو طاح لي في البال. دابا شرحت لكم با كيفاش داير. هذا هو با، خصكم تقبلوه كيف ما حنا قبلناه. ايوا واحد المره كانت عندنا العطله، انا مقاد البرنامج ديالي وحتى خويا رضا مقاد البرنامج ديالو. يعني كل واحد فينا داير في بالو اشنو غادي يدير هاد العطله. ها اللي بغى يخرج يلعب، ها اللي ما عرف شنو بغى يدير. المهم داكشي باين. با كان مسافر. شويه جات عندنا امي. شنو كاين؟ ما كاين والو. وجدوا راسكم وليداتي الله يرضي عليكم، راه باكم قرب يدخل لمراكش، خاصو يلقاكم واجدين باش نسافروا. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم فين غادي نسافروا في هذا الوقت؟ كيقول لي اخويا انا راه داير مع الدراري وما قلتوا لي والو. كتقول لينا دبروا ريوسكم، راه باكم فيه السكر، اي شيء يلقاكم ما واجدينش غادي يصبنكم، ما تلوموا غير ريوسكم. اش غنقول لكم؟ وفعلا الاخوان با الا كان طالع عليه الدم راه ما كاين غير يا البيمه يا الكامبو يا الحمار، كيصبن كنيت. كتقول انا مازال راه كيرخف عليا شي شويه، اما خويا راه ما نعاودش لكم اش كيدير به با، كيجفف به الارض. داكشي علاش اي برنامج كان عندنا في بالنا نسيناه، ما عندنا ما نديرو به. نضنا وكنجمعو واش نديرو. والمصيبه شنو هي الاخوان؟ وكون غير عارفين فين غادين. دابا العطله صافي غادي يضرب بينا شي 3000 كيلومتر من مراكش، ما نعرف فين. يا ربي غير ما نلقاوش ريوسنا في شي مدينه ما نعرفش فين كاينه. ايوا با وصل تقريبا جويه 9:30 بحال هكاك. اول ما دخل سلمنا عليه وكل شيء، وقال لمي فين هو العشاء؟ وجدي لي العشاء. قالت لي ياك حنا صافرين، ياك غادي نشدوا الطريق، اش ما نعشى بسلامه في هذا الوقت؟ قال لا وجدي لي العشاء لا غيطيح لي السكر في الطريق، نصدقوا واحلين ومازال تابعانا مسافه، خاصني نكون واكل وشبعان وانا في المود ديال الجوع. يلا ما تفهموش غلط. مي راه ما عندهاش مشكل انها تنوض دابا تصاوب لي العشاء، المشكل في الوقت اللي حنا غاديين فيه. كتقول ليه الراجل الا دابا نط نصاوب لك العشاء وما كليناش مثلا في الطريق راه ما غادي نخرجوا حتى ل 12 د الليل. وسولتو قالت لي بعدا حنا فين غاديين؟
كيقول لها نمشيو فين ما يمشينا الله، نتوما مالكم، نخرجوا مع 12 د الليل ولا الوحده د الليل ولا 2 د الليل، ياك غادي تنعسوا في الطنابيل. ومن الفوق على لا بلا ما تقلقي راسك، صوبي لينا غير سباكيتي بمطيشه وديري فيها شويه السمن، وداك الراستارو ديال الرضا يبدا ينزل في الحوايج. عندكم تجيكم تفاصيل خاويه. هاد سباكيتي الاخوان غادي يكون عندها سبب انه نخرجوا معطلين، انه يوقعوا لنا شي حوايج ما كيطيحوش في البال. امي كترعب الطريق في الليل ولكن ما كتقدرش تقول ليه. بصراحه تا واحد فينا ما كان كيقدر يقول ليه لا، غير مي مسكينه كتصبر. كنبداو نكروا عليها فاش هو ما كيكونش كنبداو نديروا بحال هي السبب في داكشي اللي هو كيدير لينا، وهي مسكينه ما عندها ما دير. كتقول لنا والي نتوما لسانكم ما كيطول غير فاش باكم ما كيكونش. غادي نتسناو با حتى يتعشى كلشي. كنقولوا ليه با فين غادي نمشيو، غير قول لينا وبلا ما تقلق منا. كيقول لنا غادي نمشيو هنا، نمشيو لهيه، شي اسماء ما عمرنا سمعنا بهم. نمشيو لهذاك الفيلاج، موراها غادي ندوزو لهذيك المدينه، موراها غادي نوصلوا لوجده، ومن بعد غادي نمشيو للعيون. هضره بحال هكاك بحال اللي كتسمعوها بودنيكم. كنزيد شويه ولكن حرفيا راه غير بحال اللي شادين الطريق. كنقولوا ليه واخا، وفين غادي نباتوا؟ واش غادي نغلشوا غير في الطوموبيل؟ كيقول لنا ما عندكم مناش تخافوا، كاينين الناس في البلاصه الفلانيه، وكاينين عندي السوارد ديال واحد الدار في المنطقه الفلانيه. اشنو غادي نقول لكم؟ غيتعجبكم رضا؟ قال لي وابا واش داليها زعما؟ قال لي فوك داليها. دابا تعرفوا شنو هو الداحد بالنسبه لبا. المهم على حساب داكشي اللي فهمت انه شي صاحبو عطاه السوارد ديال الدار، وبلي ديك الدار خاويه، معظم الوقت خاويه ما ساكن فيها حتى واحد. حنا ما ناقشناش مع با، اللي بغى لها هي اللي غادي تكون، غير كنسمعوه وهو كيدوي مع امي. كيقول لها شنو غادي ندير من هاد اللحظه. شدينا الطريق خارجين من مراكش تقريبا 12 الليل نيت، وتبدل حياتنا، وغتفهموا شي حوايج وغتشوفوا شي حوايج معانا راه ما يمكنش. لا يوريكم اشنو غادي يوقع معانا. وحنا غاديين بدينا كنسولوا با فين البلاصه نمشيو ليها، كي دايره الدار اللي غادي نباتوا فيها، اشنا هو الشكل ديالها. المهم حوايج بحال هادوك. كيقول لنا غادي يعجبكم الحال، تهناو. قال لنا باللي الدار جات في واحد البلاصه فيها الطبيعه. رضا قال ليه واش من طبيعه تما؟ كنقول لك الدنيا خضراء وزوينه، ما تسخاش انك تمشي من تما وتشبع، تبقى غير كدور وبركه من الاسئله. صافي خلوني في الطريق. با دغيا كيتقلب هكا. المهم في الاول ما كتكونش راشقه ليه، بحال من طرازين عليه انه يش الطريق، ولكن شويه بشويه كيبدا ينشاط ويضحك معانا وكيتبدل على با اللي كيكون في الدار. با الدار ما كاين غير عطيني التيليكومون، شنو كدير، شنو هذا، ولكن دابا هو شا الطريق في هذا الوقت في الليل، يا سلام. والفرحه ديالو كيبينها بهذه الطريقه. كيبدا يعاود لينا، ولا كيبدا يشد في خويا رضا، ولا يشد في مي اللي عطى الله. وكل ما غاديين في الطريق في الليل مع الدنيا كتبدا تخوى، مازال كان شي واحد قدامه مسابقين هو وياه، مره يضوبلوه مره يخليه يضوبلو، هكا كتكون هانيه عنده. ولكن فاش ما كيبقاش الحديد كاع، كيبغي يبدا يعاود لينا ويجمع معنا حتى حنا. حنت كنا كنملو مع الطريق كتولي غاده وكتطوال، والتليفونات ماشي بحال اليوم، كانوا غير دوك التليفونات ديال الو. وبصراحه الا مشى حتى بدا كيعاود ليك والله العظيم ما تشبع منه. فين بالنا كتبقى ساهي معاه في داك الشيء اللي كيعاود ليك، كتستحلى تسمع هذوك التفاصيل وكيفاش كيعاودوه وكيفاش كينفعل مع القصه. وزيد في بدر الرضا كيسولو، قال لي با انت زعما كتشد الطريق في الليل بعض المرات وكتكون ما ناعس والو، كتنعس غير في النهار شي شويه، يعني كتاخذ واحد شويه ديال القيلوله، ولا واش ما كتخافش على راسك ومن الفوق كدوز من طرقه اللي ما كيدوز منهم حتى واحد؟ واش الله يحضر السلامه ما تخافش على راسك شي حاجه خايبه؟ قال لي ها ولدي رانا راه كيعجبني هذا الشيء ومن زمان كنستمتع ولدي كيف ما انت كتستمتع وانت كتلعب الكره. وباش نقول لكم الاخوان راه كيما قلت لكم با كيدوز من بلايص خاويين، بلايص طرقان اللي ما كيدوز منهم حتى واحد. كيكون غادي ما عليه ما به في واحد الطريق مزيانه وكتبان ليه واحد الدخيله ليه ما عرفت فين كدك الطريق، كيقول لك يمكن هذيك كتوصل للبلاصه الفلانيه، اجي ندوزو منها. وكندوزو من هذيك الطريق غير الله كيحفظ وصافي. اما راه شي بلايص دزنا منهم راه ما يمكنش. المهم كيبقى يعاود لينا على جدي في هذاك الوقت فاش كان هو صغير، كيعطيه ريال وريال كيشري ليه الحياه كامله، وفي ذاك الوقت 100 درهم تشري لك دار. المهم هاد الهضره اللي ديما كنسمعوها وحنايا مسافرين. بقينا بحال هكا حتى نعست، وشويه غادي نفيق على صوتي ديال با كيفيق فينا. نوضو ما نوضو ما عرفتش شكون اللي بقى مازال معاه فايق. كنوض كيبان لي وصلنا لواحد الفيلاج، كنشوف الساعه كيبان لي تقريبا جويه الفجر بحال هكاك.
قال لنا يلاه نزلوا، اللي بغى ياكل شي حاجه ياكلها، اللي بغى يدخل الحمام حشاكم الله يدخل. وقال لنا دوزوا للحانوت خذوا داكشي اللي بغيتو، حيت غادي ندوزوا من واحد الطريق تقريبا مقطوعه. طبعا الفيلاج اللي وصلنا ليه كاين فيه الكيران، كاين اللي كيشد الطريق غادي، فكيبقاو حالين نهار كامل والليل كامل. قال لنا قضيو داكشي اللي بغيتو تقداوه، ما تقولوا لي مازال نوقف لكم، ما غادي نوقف حتى الفيلاج الفلاني تما فين غادي نفطروا. دابا انا غادي ناكل وندوق الابره ديال السكر ونصليو الفجر، وديك الساعه نشدوا الطريق. ايوا هذاك الشيء النيت اللي درنا. ارى لك الاخوان، من بعد ما قدينا كاع هادشي، انا جلست في الطوموبيل مع امي، صافي قدينا اغراضنا وكنتسناو في رضا وبا يلحقونا باش يمشيو يشدوا الطريق. رضا وبا من بعد ما صلاو الجر، با مشى يتحاسب مع السربايه، ورضا بقى واقف كيشوف في الخلا، كيشوف واقف كيتسنى في باه. ديك الوقيته كان شويه ديال الضمعه مورا الفجر. الراجل فريد داكشي اللي شافو بصح شنو بغى يقول من داك الكلام الجدي الله يرحمه، قال لنا ما غاديش نفهموا المعنى ديال داكشي حتى من بعد، حتى في هاد الحال جدكم من بعدا فتره ما طويله بزاف غادي يمرض، واحد المرضى اللي خايبه، مرضى خايبه، تقطعت ليه رجليه بسبب السكر، وداكشي بقى طالع حتى لداملانو. امانتو با بقى كيعاود لينا، ما حسيناش بالوقت. امي في داك الوقت كامل كانت ناعسه، ما سمعت والو من هادشي اللي كيعاود لينا، يمكن فايته سامعاه وحاضره واحد الجزء، حيت هي كانت مع جدي الله يرحمه، كانت واقفه معاه فاش كان مريض وكذا، ومسكين تعذب الصراحه قبل ما يتوفى. المهم كملنا الطريق، كنعسو شويه، كنفيقو شويه، كندوزو من هاد الفيلاج ومن طرقان ما عمرنا شفناهم، وتا واحد ما كيدوز منهم. التماره الكحله ما نعاودش لكم، ولكن واحد الحاجه غريبه، واحد الحاجه وقعت معنا غريبه، هي وقعت مع خويا بصراحه. كتقول خويا كان ناعس، وبا كان طالق الراديو كيتصنت الاخبار، وانا انا كنت شويه ناعسه بين فايقه وناعسه، وكنسمع با كيقول شكون اللي مصدعنا. كنشوف كنلقى رضا كان ناعس، ولكن بحال كيتمتم شي هضره، بحال كيدوي مع شي واحد، ما فهمتوش شنو كيقول، ولكن كيدوي شويه، كيخربق في داك الهضره، كتسمعوا كيدوي مع شي واحد بحال كيتسنى يمتى يجاوبو. المهم كان داكشي شكل الدري كان كيحلم، ولا يمكن الدري فيه سخانه ومرض، ما عرفتش. كنقول له خويا رضا، رضا. الدري ما كيجاوبش، وانا ما بغيتش نقول لهم والو، ختهم يصحاب لهم شي حاجه خايبه. كنقول لكم رضا اول مره نشوفه في هذه الحاله، هو ناعس وما تقيلش، ويجلس يتمتم شي هضره ما مفهوماش، كيهضر بحال كيحلم، ونفيق فيه ما يفيقش. وما كنتسناش خويا، حيت كتجيه بزاف، هي واحد السخانه خايبه. كل تقريبا شهر كل شهرين كتجي السخانه. نقول لكم صافي كيبدا يهلوس، واخا كل ما كيكبر ما بقاتش كتجي كيف ما قبل. خفت انه تجي السخانه في هذه اللحظه، ومي صافي كيتحملنا نويس، داكشي علاش ما قلت لهم والو. ايوا امي دارت حيت رضا كان جالس مربى، وجلسات كدفع عليه في رجليه، كتقول له رضا نوض. حل عيني، قالنا الله نعست، مالكم فايقيني في هذا الوقت؟ قالنا الله الا حشومه عليكم، الله نعستو نعسه من داكشي رفع. وقلت ليه نوض، راه كنتي جالس كتمتم بهضره وما كنفهموا منك والو، صحاب لينا جاتك السخانه، واش كنتي كتحلم ولا شنو؟ قال لي والله ما عرفت، انا كنت ناعس، يمكن غير بالعيا وصافي. ما علينا. شتو تقريبا معاش خرجنا، وتخيلوا معايا معاش غادي نوصلوا للبلاصه فين غنباتوا هاد الليله. ما غادي نوصلوا الاخوان تقريبا حتى مورا المغرب، يعني 24 ساعه وحنا غاديين في الطريق. طبعا ماشي نطوله وحده، راه وقفنا شحال من مره بما نتغدراو ولا نديرو كاسكروط ونرتاحوا وكذا، واللي بغى يصلي وداكشي كامل. المهم من بعد هادشي كامل اللي دوزناه 24 ساعه، دابا عاد غادي تبدا القصه. دخلنا لواحد البلاصه، واحد الفيلاج، هو بمعنى نقول لكم المعنى ديال السميه، وما عقلتش انا على سميتها اشنا هي بالضبط. هي كتعني بين الودنين ديال القرد، ما تضحكوش على السميه، يمكن هي هذه الترجمه، حيت هذاك الفيلاج كاين بين جوج جبال بحال الودنين. حنا ديك الساعه ما شفناش جبال، حيت وصلنا مورا المغرب، دخل مع واحد البيست حتى وصلنا لاخر دار كاينه في هذا الفيلاج، قريبه الديور الاخرين ولكن هي البعيده منها، الخلا. الدار اللي غادي نجلسوا فيها وغادي ندلعوا مزيان، واجي نوريكم الدلاع بالنسبه للبا شنو هو الدلاع الحقيقي كيفاش داير، باش نعرفوا ريوسنا حنا ما فاهمين والو. بعدا من الدخله ديال الفيلاج وتقول واش شفنا شي واحد، حنا بوحدنا كندورو تما، كانوا غير جدارميه اللي واقفين حدا لابريكاد ديالهم،
ومن بعد ما كاين والو، صافي هما بوحدهم كيتسناو الطوموبيلات دوز كل عامين، ومن بعد كتدخل مع ديك البيست حتى كتوصل لاخر دار اللي غادي نباتوا فيها. حسينا بريوسنا بحال دخلنا لعالم واحد اخر. قلنا لباش هذه هي الدار اللي غادي نباتوا فيها، هنا في غادي نجلسوا، هذه الدلع. قالنا وشنو بغيتوا؟ الدار مبنيه بالحجر تبارك الله قداش، والطبيعه شنو بغيتوا مازال دقتكم. ولكن شوفوا هاد البلاصه مقطوعه، فبلا ما نشوفكم كدوروا في الخلوات ولا هضره لك رضا، جمع معنا راسك. ايوا الله يطمنك با، الدلع والدنيا مقطوعه. يلا خليوني نشرح لكم هاد الفيلاج كيفاش داير. من غير انه الدار معزوله وداكشي اللي قلت لكم من الاول، الفيلاج اللي المفروض هو العامر فيه شي 10 ديال الديور، والحوانت سادين. با قال لنا راه ما غاديش يخصكم والو، كلشي موجود. ولكن حنا كنشوفوا انه باختصار هاد الفيلاج مشهور واي واحد كيبغي يقضي شي حاجه تيقضيها قبل العصر. مورا المغرب مستحيل تلقى شي واحد كيدور. المهم هادشي كنا متوقعينه من با. نزلنا كنشوفوا هذيك الدار مبنيه بالحجر قديمه، الفراش قديم، البيوت كتار الحمد لله، بعد انه كان الضو، كانت تلفازه، داكشي الاساسي كاين. وحنا ما عندناش اختيار، زعما الا قلنا لي راه ما بغيناش نباتوا هنا ودينا بلاصه اخرى مستحيل. تبات هنا. دخلنا شفنا الثلاجه نشوفوا داكشي اللي فيها، وحنا جبنا معنا بزاف د الحوايج، ولا كانت ناقصه شي حاجه غدا ان شاء الله نتقداوها. المشكله انه فاش جلسنا با قال لنا ما غاديش يخصكم والو ولا خصاتكم كاع شي حاجه، رضا سير الفيلاج تما وتقدا داكشي اللي ناقص، راه هنا كاين الامن وما كاين اللي غادي يقرب لكم. امي قالت لي انا اش كتقول بحال هكايا، كنت كاين؟ قال لها لا، انا راه عندي واحد الغرض في المدينه اللي قريبه من هنا، غدا ان شاء الله غادي نمشي نقضي فيها واحد الغرض. قلت لهم ايه علاش ما نمشيوش معاك؟ قال لي لا، غادي يكونوا معايا رجال وما يمكنش تبقوا تدوروا معايا. المهم جلسوا هنايا في ديك الوقت اللي انا غادي نكون تماين بين ما رجعت. استمتعوا بوقتكم، استمتعوا بالعطله ديالكم ويلا دلعوا ليا مع ريوسكم. قلت له باش ما انت غادي تخلينا بوحدنا في هذا الرعب؟ قال لي يا بنتي هذه الطبيعه ماشي الرعب، ومن الفوق انا غادي بنهار. شنو غادي يخلعكم بنهار؟ والشحط ديال خوك راه راجل تبارك الله، خليتكم بوحدكم، ومن الفوق الجدارميه هنايا راه كلهم صحابي، ولا خصاتكم شي حاجه اتصلوا بيا، كاين ريزو كاين كلشي. ما ديتكمش البلاصه مقطوعه وما فيها لا ما لا ضو. صافي قلنا ماشي مشكل، اصلا الا با بقى معنا غادي يبدا يقول لنا شنو كديروا، نقصوا الصوت مالكم على هذا الصداع، نعسوا بكري. فقلنا من الخير نعسوا هذه الليله الاولى هذه. بصراحه ما وقع والو، معولين انه با غادي يمشي يقضي هذاك الغرض، والغدا اللي نزيدوا ليله واحده اخرى هنا، ومن بعد نمشيو نكملوا الطريق نسافروا فيه غادي مسافرين. يعني هنا عندنا 2 ديال الليلات وصافي نكملوا نشوفوا عاوتاني فين غادي يدينا. ايوا الغدا اللي فاش فقنا غادي نلقاو با ما كاينش، مي وقالت لنا باللي راه مشى وغادي يحاول يرجع في اقرب وقت. هذاك النهار انا وخويا داخلين خارجين كنشوفوا الدنيا كيفاش دايره. مي مسكينه واخا الدار ماشي ديالها جلسات كتجمع فيها وكتصاوب لنا الغدا، وبا غادي يتصل بامي قال لها شنو خبار ولا هذيك ما خصك شي حاجه؟ قالت لي لا كلشي هو هذاك. قال لي انا غادي نقضي اغراضي وغادي نجي نيشان، ووصى رضا انهم ما يخرجوش مورا العصر، يبقاو معاك في الدار وما يخليوكش بوحدك. اتفقنا. قالت له اتفقنا. بلا ما نطول عليكم في الهضره الخاويه، وصل المغرب تقريبا وتقادت البوطه. يا سلام، مي خاصها توجد الماكله لبا وتوجد لينا حتى حنايا. وحنا وحله ديال الكلاب جات عندنا قالت لنا شنو غندير راه البوطه تقادات. خويا قال لي عادي غادي نمشي للفيلاج نعمر البوطه ونجي. الحانوت ما بعدش بزاف، تقريبا 5 ديال الدقائق غادي نمشي نعمر هذيك البوطه ونرجع. قلت له ولكن كيفاش غدير مع البوطه ثقيله والليل، وشوف واش هاد الحانوت غادي تلقى حال ولا لا. قالت له تمشي بوحدك؟ لا لا لا، هاد البلاصه غريبه عليك، خليني نتصل بباكم نشوف بعدا واش جاي. كان جاي غادي نوصيه. ايوا مي كتصوني على با والتليفون ديالو ما كيشدش. قلت له عادي امي، راه يقدر يكون هو جاي وصل لشي بلاصه ما فيهاش الريزو، داكشي باش ما كيجاوش، وإلا جا لقى العشاء معطله غيبدا ننقلها لينا، وما غاديش ننقلها ليك انت يا امي، ولكن حنا غادي يطلع فينا العصاب ديالو. قلت لي واش ما غندير دابا؟ شنو رانا وحلت. قلت لي خلي رضا راه راجل تبارك الله، يمشي عمر هذيك البوطه حتى يلقى الحانوت ساده يدق عليهم وكذا يقضي مع الغرض. قال لي لا ما نطيقش في رضا. كان هو وعينينا امي، واخا كبر وراجل كتشوفوا بحال شي وليد صغيور كتدلعوه بالزيد. كل ما با مقصح معاك وما عرفتش كيفاش طلعوا لينا. المهم قالت لي سيري معاها بنتي، على الاقل تونسيه وما يجلسش بوحده، توقع لي شي حاجه وما معاه حتى واحد. قلت لها امي رضا راه كبير، اش من نمشي معاها رضا؟
قال لي واش دابا اختي هي اللي غادا تحامي عليا ومن الفوق، وامي واش غادي تجلسي بوحدك؟ خلي البنت معاك، انا عارفه شنو كندير. قالت لي لا، نتوما بجوج ولا حتى واحد فيكم، وانا اساسا راه جالسه في الدار ساده عليا ما عندي مناش نخاف، ولكن مشي واحد فيكم ما يمكنش، اللهم تمشيو بجوج. هضر مني هضره منا حتى صافي ما لقينا حتى حل. لبست العبايه ديالي وغطيت راسي، وخويا هز البوطه وخرجنا. الاجواء وحنا خارجين كنتمشاو على رجلينا داك البيست، هذاك الظلام والصرصار اللي مجهد. اعوذ بالله على الاجواء كيفاش دايره، ولكن ماشي مشكل كيف ما قال با، الامن والدنيا زوينه. وواحد الراجل الله يجازيه بالخير شاف خويا هاز البوطه وكيقلب على الحانوت، واخا الحانوت ساده. هذاك الراجل مشى دق على مول الحانوت وعمرنا البوطه، يعني كيف ما قال با ما عندنا مناش نخافوا. لو من الفوق مول الحانوت دار هذيك البوطه في الكروسه ومشى معانا باش هكا ما نرجعوش، مشى معانا حتى قربنا للدار. فاش بدات كتبان لينا الدار، خويا دار عند الراجل قال لي صافي لديجا لشي بارك الله يرحم الوالدين، انا غادي نهزها من هنا لهنا بلا ما نعذبك معنا اكثر من هكا. في هذه اللحظه فاش كانت يدو خويا مع هذاك الراجل، انا هضرت كنشوف الدار واخا كان ظلام بيجي بحال شي واحد واقف قدام الباب وبغى يدخل. قلت له هذا شوف، وحتى هو غادي يشوف. بانت لي واحد المراه لابسه عبايه كحله داخله للدار. قال لي باينه ماماك الله يهديها، خرجت تشوف واش حنا جايين ولا لا، وفاش شافتنا وصلنا دخلات. غالبا ايوا دخلنا للدار. خويا بدا كيصاوب في البوطه، وامي كانت في الكوزينه لابسه داك اللبس اللي خليناها لابسه قبل ما نخرجوا، وما سولناهاش واش انت اللي كنتي قدام باب الدار كتسناي فينا، حيت بالنسبه لينا راه اكيد هي واخا ما بانتش لينا مزيان. جلسنا ديك الساعه درنا واحد الفيلم كنتفرجوا فيه مجموعين. مي قالت لنا باكم تعطل، المفروض يكون وصل قبل المغرب، دابا فاتت المغرب، دابا الليل ومازال ما وصلش، والتليفون ديالو من الفوق ما خدامش. رضا قال لي راه عارفه با، ما كاين لاش تخافي عليه، كيعرف شنو كيدير، واحد شويه غادي يوصل وصافي نسمعوا الدقان ديالو، مريضنا ما عنده باس. وفعلا وحنا كنتفرجوا شويه غادي نسمعوا دقان. هو بصراحه ما كانش بحال الدقان اللي كتعرفوا داك دغاك لا، بحال الضريب في الباب، بحال شي واحد ضرب بالباب. داكشي علاش انا طليت من الشرجم قبل ما خويا يحل الباب. مي قالت له رضا ولدي راه حل الباب، اكيد غادي يكون باك وصل بالسلامه. انا فاش طليت من الشرجم ما بان لي حتى واحد قدام الباب، وما بانش ليا الطوموبيل ديال با. ارى لك رضا فاش غادي يحل الباب قال بلي حس بواحد الشعور اللي غريب، كيقول حسيت بواحد التبوريشه، ما حليت الباب دخل واحد الريح هكاك على غفله، ما فهمت والو. ومن بعيد كيبان لي واحد الكلب كحل غادي وكيبعد. قال لي يمكن الكلب كان كيخربش على الباب، وداكشي علاش ما سمعناش الدقان بديك الطريقه العاديه، سمعناه بحال الضريب. المهم هذيك الساعه ما كناش متاكدين واش هذاك دقان ولا ضريب ولا بسبب داك الكلب. المهم ما كناش متاكدين من والو، انا ما بان لي والو من الشرجم. خويا فاش رجع امي قالت لي واش باك لي دق، قال لي لا راه يمكن شي كلب ضرب بدا كيحك بيديه داك الباب، وصافي سمعنا هذاك الصوت، وغالبا فاش حليت الباب هرب. قالت لي با تعطل بزاف. ولكن الاخوان في هذه اللحظه هذه كان وجههم بدل، وكان عنده احساس انه كاينه شي حاجه تما، ولكن ما عرفش كيفاش يفسر، ما عرفش يشرح هذاك الشيء اللي كيحس به. داك الشيء علاش بدا كيقول هضره خاويه بالنسبه ليا في ديك الوقت. بدا كيقول لي راه يمكن هاد البلاصه مسكونه. قلت لي اسكت بركه من الافلام، اكيد القصص اللي عاود لك تباطرو كيأثروا فيك، وحنا من الفوق راه في الطبيعه، مساله طبيعيه نسمعوا اصوات، تسمع الفراخ واقفين هاد الشرجم عادي، ولا سمعتي دقه ندير شي بنادم ماشي مشكل، اشنو غادي يوقع كاع. اهم حاجه هو انه سمعتي شي حاجه في الباب ما تنوضش تحل، حيت بايلا جا غادي نسمعوا الصوت ديال الطوموبيل. ما علينا جالسين، مي كل شويه كتصوني على با في التليفون، حتى جاوبها. قالت له الو الراجل، فينك في هذا الوقت، اش هادشي؟ قال لها شوفي راه انا نقدر مازال معطل، هاد القصديره سكتات بيا ودابا واحلين فيها، راه ما كاينش انا بوحدي غير السهناي، كاين معايا السيد صاحبي جا دارميه. ديك الساعه با كانت عنده واحد سيتروين بيكس اس، عرفتوا ديك اللي كتنزل وكتطلع. كانت هاد الخطيه هادي فيما كتوصل الفيراجات كتسخل، هادشي الا ما دارش لك شي مصيبه اكثر من هكا. المهم كنعرف هذيك الطوموبيل ودوزات علينا وحنا صغار. المهم قالت لي واخا ولكن رد بالك وياك هاز معاك بعد التميرات باش الا طاح لك السكر ولا شي حاجه الله يحسر سلامه. قال لي ما تخافيش راه السكر هو هذاك، بالعكس كاع طالع. صافي واش خصكم شي حاجه؟ قالت لي لا خصنا غير سلامتك، حنا راه بخير سادين علينا والدراري عاجبهم الحال.
المهم ترجع لينا بالسلامه. ايوا المهم كنت عارفين مازال شنو غادي تابعنا، ما تقول لي بحال هكا. كتقول ما يعقلها بحال البارح كنا كنتفرجوا في واحد الفيلم مصري، حتى شويه كنسمعوا الدقان. هاد المره الدقان بصح ديال بنادم كيدق. انا ما طليتش من الشرجم. قالت لرضا نوضها ولدي الله يرضي عليك، شوف شكون اللي كاين قدام الباب، ولكن بلا ما تحل الباب كامل. رد بالك وانت كتحل الباب يقدر ما يكونش باك. رضا وقف ورا الباب بدا كيقول شكون، كيقول شكون، كيسمع الدقان شكون، طق طق طق. مي قالت لي حل غير بشويه وشوف شكون اللي كاين برا. ايوا رضا غادي يحل الباب شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كانت واحد المراه واقفه قدام الباب. رضا قال لها واش كتسول على شي واحد؟ قالت لي ولدي انا ما كنسول على حد، نتوما اللي كتسولوا. روغ حيد من الطريق. دفعاتو بالعكاز ديالها ودخلات. انا وميتنا وكنشوفوا في هاد المراه. جاب لي بالله بلي هي نفس هذيك المراه اللي شفتها قبيله. داك فاش كنا جبنا البوطه كنقول واش ماشي هي هذه المراه اللي فاش كنا انا وخويا برا شفتها داك العبيه الكحله عاقل عليها مزيان، ولا يمكن جاب لي بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا انا في ديك اللحظه الحاله اللي كنا فيها واننا جالسين في واحد الدار هي الاخرى في هذا الفيلاج اللي اساسا خاوي، كنت كنستبعد من راسي اي فكره ممكن ترحبني. فمي قالت لها نعم لالا شنو حب الخاطر. المراه قالت لي اهلا بنتي، نتوما شنو كديروا هنا؟ هي مولات الدار. ايوا جيو تشوفوا الاحراج اللي حنا فيه. كنقولوا ناري غالبا هذه تكون مت ولا جده داك السيد صاحبها اللي خلى لي الصورت كيفاش مولات الدار جايه وكتلقى ناس غراب جالسين عندها. لا يوريكم داك الاحراج. والمراه اش غادي نقول لكم، كبيره وجهها مكمش سنانها طايحين، الا ما عطيتهاش غادي نعطيها على الاقل 85 سنه. فمي دارت راسها زعما ما فهماتش، قالت لي اسمحي لي لالا راه هاد الدار ديال واحد السيد فلان عطيتها السميه وخلى الصورت للراجلي باش نجيو نجلسوا فيها. قالت لها هذيك المراه ايه لالا ولكن هاد الدار راه داري وانتم جيتوا دخلتوا بلا شوار بلا ما تاخذوا الاذن، علاش؟ وعلى موقف تحطينا فيه. رضا من كثرت ما حشم وما عرف ما يقول بدا كيقول وابا وديما حاطنا في مواقف بحال هادو بلا ما نكريو ولا نشدو اوطيل ولا نعسو حتى في الطوموبيل جايبني نجلسو في مصيبه كحله. الدار ديال مواليها قالت لنا هاد الجلسه حشومه كاع. مي فاش شافت انه الحشومه والاحراج وصلوا للماكسيموم بدات كتلطف شويه الاجواء. قالت لها تفضلي لالا ما تبقيش واقفه بحال هكا. كنقولوا علاه وعسى هاد المره ما تقول لنا والو ولا تشير لينا. والمراه الاخوان كانت تبقى تعاقل عليها بحال البارح. مشات دخلت لذاك الصالون اللي فيه التلفازه وجلسات مقابله معنا. انا ورضا جلسنا معها. امي ضات كدوي في التليفون، غالبا كدوي مع با. اشنو هو هادشي؟ كتصوني على با، كتصوني وبا شنو كيدير؟ كيقطع عليها. غالبا كيقول مع راسو بغات غير تصدعني وما عندي ما ندير بالهضره. المهم هي فين ما كتصوني هو كيقطع عليها. فاش شفت امي بحال هكاك في هذيك الحاله قلت خليني حتى انا نلطف الاجواء وقبل ما المراه تجري علينا ونباتوا في الزنقه. قلت لها الحاجه واش خصك شي حاجه نجيب لك شي كاس الماء؟ قالت لي يا بنيتي جيبي لي غير شي كوياس ديال الماء. فانا نط بالزربه كنجري مشيت عند امي باش نشوف شنو ندير، وخليت رضا جالس مع ديك المراه. ورضا كيحشم بزاف. ودابا غادي نقل بكم الاحداث لعند رضا وشوفوا شنو وقع معاه. كيقول رضا اختي ناضت من هنا والمراه شافت فيا من هنا. قالت لي كي جاك الجو هنايا زوين؟ قلت لها زوين تبارك الله والجو نقي ما عندي ما نقول، سعاداتكم عايشين وسط الطبيعه والحيوانات والاجواء الزوينه، حنا هادشي ما عندناش في المدينه. قالت لي هو بصح الجو زوين ولكن ما كاينيش غير الحيوانات والطبيعه، كاينين حوايج اخرين. قلت لها بحال اش هاد الحوايج الاخرين الحاجه؟ زعما واش قطاع الطريق شفاره؟ قالت لي لا من داك الناحيه كاين الامن، الدنيا مامنه وما عندك مناش تخاف. انا كندوي على الغول. قلت لها الغول داك الشيء ديال الحكايات الصغور وكذا، با ديما كيعاود لينا على هادشي كيعجبني بزاف. قالت لي لا انا كندوي على نوع من انواع الجن، والجن عافو مذكور في القران. الناس القدامى ولدي شنو كانوا كيقولوا باللي الغيلان كياخذوا الهيئه ديال الانس ولكن ما يقدروش ياخذوا الهيئه ديالهم كامله، ما يقدروش يتشكلوا كيف ما الانسان. كتلقى فيهم شي عيب الا سمينا عيب، وفاش كانوا كيشكوا في شي واحد كيحسوا باللي كاينه شي حاجه ماشي هذيك كانوا كيشوفوا ليه رجليه. قلت لها علاش زعما رجليه الحاجه؟ قالت لي حنت رجليه كيكونوا رجلين ديال الحمار عزكم الله. قلت لها لا الشب والناس القدام كانوا كيقولوا بزاف د الحوايج، كانوا كيدويو على بزاف د الحوايج وما عمرهم شافوا في شي حاجه بحال هذه. قالت لي لا
فايتين شايفينه، وحتى انت تكون شفتي انا متاكده راه عنده رجلين بحال هادو. ايوا المراه تعري على رجليها، وانا مي كنا في الكوزينه وكنسمعوا خويا كيغوت، ربي اللي خلقو خرجنا كنجرايو. اشنو كاين؟ مال الكاريطه. الدري كينهد وجهه صفر، قرب يسكت ليه القلبو وكيشير على البلاصه اللي فين كانت جالسه هذيك المراه، وكلمه وحده ما قدرت تبقى مقاده. امي قالت لي فين هي المراه فين؟ قال لها لا رجليها. قالت لي فين هي المراه؟ علاش كتشوف رجلين المراه؟ خيط دخلتيها بهذيك الغوته اللي غوتي. قال لنا لا عندها رجلين ديال الحمار. رجلين ديال الحمار؟ قالت لي سير ولدي سير تبت بسم الله عليك، خلينا نشوفوا المراه راه غادا تجري عينا. وريضا كيبكي، كنقول لكم كيبكي بالخلعه، وما فهمناش واش كيدوي بصح ولا شنو ولا جاب ليه الله ولا كيفاش. مي كان بالها مع هذيك المراه كتقول غادا تجري علينا ولا شي حاجه. ولكن انا فاش رضا كان بحال هكاك بداو كيتكونوا عندي بزاف ديال الاسئله. اول حاجه بعدا هو اصلا كيفاش هاد المراه جات في هاد الوقت؟ مراه كبيره كيفاش تجي عندك في النصاصات ديال الليل؟ وثاني حاجه المراه فين مشات؟ كيفاش نهضت مشات بالزربه؟ المراه فاش شفناها في الاول كانت كتعكز على عكازه، يعني كتمشى غير بالزز. فاش كنشوف الحاله ديال خويا دابا راني ما جا شفتو بحال هكاك. خويا كيدوي ما كنفهموش شنو كيقول. انا كنشد في التوب ديال امي شاده التليفون كتحاول تصوني على با، حتى قالت لينا صافي باك عيقتو. امي عيات ما تصوني على با، كيقطع في كل مره. قالت لينا اشنو بغيتو تقولوا؟ قالت لها امي الرضا راه يمكن عنده الصح، المراه ماشي عاديه، قسما بالله ماشي عاديه. قالت لينا شنو كطير مثلا؟ راه شفناها حنا بثلاثه والمراه كانت عاديه ودوينا معاها، غالبا خوك شاف ليها في رجليها وما بانش ليه مزيان وصافي دخلاتو الخلعه. قلبوا على السيده، تقدر تكون دخلت الحمام عزكم الله ولا مشات لهنا ولا لهيه، راه هذه الدار ديالها بطبيعه الحال تحرك كيف ما بغات. ايوا على خولا بغى يمشي يقلب، والله ما بغى يتحرك من حدانا. تخيلوا معايا حنا بثلاثه كندوروا من بيت لبيت وكنقلبوا على هذيك السيده، وخويا كنقول لكم راه كبير ماشي صغير وما كيخافش، المفروض ما كيخافش، وعيينا ما نقلبوا. راكم فهمتوا؟ المراه ما كيناش، لا حول ولا قوه الا بالله. امي هنا عاد قالت لينا يلا جلسوا وشرحوا ليا، وخصوصا رضا قول لي كيفاش هاد المراه ما كيناش. ايوا رضا جلس كيعاود امي داك الشيء اللي نتوما عارفينه، رجليها رجلين ديال الحمار عزكم الله وكدا. قالت لي لا يكون تهيأ ليك وصافي. فاش غوتي بحال هكاك المراه ناضت خرجات بلا ما ردوا ليها البال. كنقول لها امي انا اساسا شفت هذيك المراه وهي داخله للدار فاش كنا جايبين البوطه وكدا. قالت لي واخا هكاك ودابا يلا تنعسوا، يمكن المراه ما باغاش تحرجنا ومشات صافي. وهذا الشيء اللي جاي من بعد خويا ما حضرش ليه، انا ما قدرش نعس، هو دخل الناس كان ميت بالعيا. رضا كيقول باللي كان فيه شيانيه ماشي طبيعي، مسخسخ تقول جريت النهار كامل، يمكن بالخلعه ما عرفتش. رضا دخل لي نعس في واحد البيت وانا بقيت جالسه مع امي كنشوف واش هي مخلوعه ولا شنو، وانا حسيت باللي يمكن هي ردات البال انه شي حاجه غريبه غير كتكابر ما باغاش تخلعنا. المهم شاده داك التليفون كتصوني على با حتى غادي يجاوبها با. قال لي شنو كاين؟ راه طيبتي لي التليفون بالصوني. قالت لي الراجل راه حنا واحلين واحد الكلاب، وتحطي له في واحد الموقف ما يعلم به غير الله، وفاش تبان لك كنصوني جاوب انت ما خاسر والو. قال لي قطعي انا داخل مع البيست. وفعلا واحد شويه كنسمعوا الطوموبيل وقفات قدام باب الدار، حلينا الباب لقينا با. قال لي ياك لاباس شنو واقع؟ فينا هو رضا؟ قال ليه رضا راه نعس وراه جات واحد المراه كبيره كتقول باللي هذه دارها. قال ليه مراه كبيره وفين هاد المراه فين مشات؟ قالت ليه ما عرفت يمكن بقى فيها الحال ولا شي حاجه وصافي مشات في حالتها. قالت له لا باينه هضره اخرى. رضا كيقول بلي ديك المراه وريتو رجليها وكانتو رجلين ديال الحمار عزكم الله. قلت لي سكتي وخرجت فيا عينيها. قلت لي ما عارفش علاش غوت هذيك الغوته امي، يمكن المراه عند خلعات. با قال لا عرفت شنو قال لي انت كترون وعلا، وديك البرويطه الويل وقفات ليها في الطريق شحال وحنا مضاربين معاها. الله يرحم الوالدين صاوبوا ليا غير شي براد ديال اتاي خليو حتى الغدا ونشوفوا الحكايه ديال ديك المراه. بعد صاحبي قال لي بلي الدار خاويه وما كيجي لها حتى واحد، وفعلا صاوبت لي براد ديال اتاي وقلبنا الموضوع. امي كل شويه كتقول لي نوضي تنعسي، وانا كنقول لها واخا وما كنوضش حيت مرعوبه. ما قديتش نعس وغير بزز باش نعس في البيت اللي نعس فيه خويا، كان مستحيل انا نعس في شي بيت بوحدي. ايوا الغد لي في الصباح
فاش ضربتني الفيقه مع الصوت ديال الفروج ديال الديك، ديك الساحه كيكون باقي ما طلعاتش الشمس نيت، ولكن الدنيا بدات كتضوي شي شويه. ايوا كنشوف كيبان لي خويا رضا ما كاينش، قد يقدر يكون في شي بلاصه في الدار. انا ديك الساعه مشيت للكوزينه، شحال وانا واقفه كيبان لي رضا ماليش الحس. قلت راجي نقلب، كنقلب رضا ما كاينش، يقدر يكون خرج. في هذا الوقت مستحيل كنعرف خويا رضا ما كاينش في الحمام حاشاكم، وما كاين في حتى شي بيت. مشيت كنفيق فمي، قالت لي مالك ربك ناعس. قلت لها امي عتقي رضا ما كاينش. قالت لي نعم. قلت لها ما كاينش. ايوا امي ناضت وبا ناض، فين هو هذا الحماره شبرايت هذا والدري ماليهش لاطار. واللي رعبنا اكثر انه سبرديله وصندالته كاينين في الدار، يعني خويا خرج رجفلان. انا هنا قلت لا 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 اكيد الموضوع له علاقه بديك المراه ديال البارح، وممكن خويا تكون قاصتو شي مصيبه كحله. وبا قلت ليه راه يمكن رضا ما كاينش بسبب هذيك المراه. وقلت كنعاود ليه شنو مشى في البارح رضا وانا فاش هكا وكل شيء. وخا البارح عاودت لي شي شويه، هو كان ديك الساعه مشطون وطالع ليه الدم، ما سمعش ليا مزيان. دابا عاودت لي بالتفاصيل وسمع ليا، وفعلا غادي يشك. اشنو غادي يدير؟ با صباح بكري غادي يتصل بمول الدار صاحبو، قال لي راه البارح جات واحد المراه كبيره وكذا وكذا، عطاه كاع المواصفات. الراجل صاحب با قال ليه السي عزيز انت عارف انا الوالده توفات، وهذيك الدار ما كيمشي ليه حتى واحد من غيري. لا لا كاينه شي حاجه تما، شكون هاد المراه؟ با في السمع بحال هكا، واخا ديك القسوه اللي كيبغي يبين صافي فهم باللي لا الموضوع فيه إنا، وباللي رضا وقعت لي شي حاجه ولا دار شي حاجه بلا ما يكون هو متحكم فيها. قال لنا فعلا شي حاجه ماشي هي هذيك. عرفت شنو؟ نتوما بقاو هنايا وانني جاي. كتقول لي امي اشرح لي، كيقول لها ما عندي ما نشرح لكم. مشى امي جالسه كتبكي وحالتها حاله. عيت ما نطمنها، كنطمنها ما تخافيش كدا كدا. وتقريبا حتى 12 ديال النهار عاد با غادي يتصل بامي، قال ليها صافي راه لقينا رضا. با مشى هضر مع جدارمي صحابو، هضر مع شي ناس تما وجلسوا كيقلبوا حتى غادي يلقاو رضا في الجبل. اشنو داه الجبل الله اعلم. رضا كان بخير وعلى خير، ولكن كان ربنا كما خلقتينا ما لابس والو، الله يستر. فجا هو وبا غير رضا كيضحك، كنسولو كيضحك اشنو هاد الحاله اللي وصلتي ليها كيضحك. حتى فاش كيدوي ما كنعرفوش واش كيدوي بصح ولا لا. كيقول لنا انا كنت مع العائله، كنقولوا له اش من عائله؟ رحنا عائلتك. كيقول لنا كنت مع العائله. ايوا عومناه وبا وكلو غير شي طميرات باش ما يطيحش لي السكر، وخرج شويه ورجع وقال لنا يلا غادي نخرجوا من هاد الدار. ورضا ما كانش هو هذاك، قال لنا نركبوا في الطوموبيل وغنمشيو عند واحد الراجل. وفي الطريق با قال لي باللي ولادك عندهم الصح، غالبا داكشي اللي شافوه هو اللي كاين. وهضرت مع مول الدار قال لي ما كيعرف حتى مراه كبيره، على حساب الكلام ديال بنتي وديال ولدي ديك المراه ماشي مراه عاديه، غتكون من الجن. ودابا غادي نديو رضا عند واحد الفقيه اللي مشهور في المنطقه. فعلا مشينا وجلسنا كنشرحوا عليه، عاودنا ليه كل شيء من الاول حتى الاخر. انا اللي عاودت ليه حين حضرت بالتفاصيل داكشي اللي وقع مع خويا. موراها قال لينا خرجوا وخلوني معاه. بقينا كنتسناو شي ساعه بحال هكاك، كنسمعوا غير القران والغوات. موراها غادي يحل لينا، قال لنا يلا دخلوا. الفقيه قال لنا باللي هادشي اللي وقع لخويا رضا كان انتقام، انتقمت منه هذيك الجنيه ولا الغوله اللي ساكنه ديك الدار، كتعتبر هذيك الدار ديالها. ويمكن مالين ديك الدار علاش ما عمرهم شافوا شي حاجه، تقدر تكون حيت هي ما عندهاش معاهم مشكل ولا كيحسنوا ريوسوجيه، تقدر تكون ما حملاتكمش غير نتوما وانتقمت لكم لولداتكم. وفعلا صاحب راه ما عمرو شاف شي حاجه غريبه في هذيك الدار. واش يمكن كيف ما قال ما عندوش مشكل معاهم وحنا جبدناهم بشي طريقه ما عرفناش. ولهذا الوقت وانا كندوي معاكم رضا مازال في هذيك الحاله. دينا عند فقهاء، عند اطباء نفسانيين، ما خليناش نديرو. دري منعزل وما بقاش عارف يدير علاقات مع الناس. وانا عاودت لكم هذه القصه باش تقولوا لي واش كاين شي حل. جربنا داكشي ديال العسال الحبات، ما عرفت شنو داك التخربيق، ما كينفع في والو فاش كيكون الموضوع بصح. داكشي ممكن دير لا ضرب كل البرد،
انا بصراحه والله ما عرفت شنو نقول. شكرا لك اختي على القصه، والله يجيب الشفاء لخوك. هادشي اللي غادي نقدر نقول لك. نتوما قولوا لي شنو بان لكم، وديروا لي جيم وبارطاجيو، تكون حاجه زوينه. قربنا بزاف لذاك الرقم اللي كنتسناوه من زمان يمكن. المهم شكرا لك على وقتك، وكنتكنى الفيديو حتى الاخر. خليكم على خير ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. تشاو.